السلام عليكم على احلى مشاهدين. هنعمل مع بعض النهارده تسالي كده الفشار والفنكوش من الحاجات الحلوه قوي بقى، بتنفع كده وانتي قاعده قدام التلفزيون كده، بتنفع كده في الشتاء. وتسالي سهله وسريعه جدا. هنعمل اول حاجه الفنكوش ده. اول حاجه بنحط كده شويه زيت، نخلي الحله تسخن ونحط شويه زيت. اهم حاجه عشان ينجح معاكي الفنكوش ان الزيت يبقى سخن معاكي، يعني لازم نسيبه يسخن خالص. بعد ما يسخن انا بحط كده كميه بسيطه عشان اختبر الزيت، عشان ايه؟ هطلع الكميه الباقيه مظبوطه. فانا سبت الزيت سخن، وبعد كده حطيت حوالي كده 4 حبات او 5 عشان بس اتاكد ان الزيت سخن معايا. اول بقى ما يبدا شوف اخد وقت ازاي، عشان لسه الزيت برضو كان عاوز يسخن شويه. فاول كميه دي هتلاقيه ما تنفخش قوي، يعني بيبقى لو الزيت مش سخن معاكي بيتنفخ حجم صغير. تمام. لما الزيت بقى بيبقى سخن معاكي بيديكي الحجم الكبير الطبيعي ليه. خلاص بقى هطلع بقى الشويه دول، وهبدا بقى ان انا ايه، خلاص كده انا اتاكدت ان الزيت سخن معايا. وبقى درجه حراره وصلت لدرجه الحراره المطلوبه. هبدا بقى احط شويه من الفنكوش، بحط شويه شويه يعني، عشان انا مش حاطه الزيت كتير. يعني حاطه حوالي كده نص كوبايه من الزيت او ربع كوبايه. فهبدا بقى ان انا ايه، هحط بقى كميه، واول ما يبدا يتنفش معايا ببدا اقلب فيه. تمام، عشان اهو اتاكد بقى التقليبه دي بتتاكد بتديكي كل بقى بتخلي كل الفنكوش ايه يتنفش معاكي، يعني ما يبقاش منفوش من جنب وجنب لا. تمام. هقلب بقى كده خلاص. اتأكدت بقى ان هو خلاص كل من كل جنب كده، خلاص اخد معايا الحجم المظبوط. هبدأ اطلعه على طول، ما بياخدش معاكي ثواني، يعني ثواني معدودة وتطلعيه على طول. بفضل بقى احط كده شوية بشوية لحد لما اعمل الكمية اللي انا عايزاها. وفي نفس الحلة برضو هنعمل الفشار اهو، هحط شوية تاني. تلاقيه بصي ثواني معدودة، وبتلاقيه على طول بيبدأ ينفش معاكي. طبعا بقى لو عندك اطفال في البيت، فالفنكوش والفشار ده حلو قوي قوي للاطفال، يغنيكي بقى عن الشيبسات والكاراتيه والحاجات اللي احنا بنجيبها دي، اللي هي ما بتفيدش طفلنا بحاجه، بالعكس بتضره. فهنا عندنا الفشار حلو قوي مفيد، والفنكوش برضو من الحاجات الكويسه، ما فيش اي مواد حافظه فيها ولا حاجه. هبدأ بقى هنا خلاص خلصت كمية الفنكوش، هنزل بالفشار، وهو بقى بوطي النار على الفشار، وبحط كمية الفشار اللي انا عايزاها، وبحط حبة من الملح واقلبه، وابدأ بقى اغطيه. بعد ما اغطيه ببدأ اعلي النار عليه. تمام. اهو قلبته مع الملح، حطيت كده حبة من الملح زي ما انت عايزة. وهبدأ شايفين بدأ اهو يطقطق معايا. هبدأ بقى اغطيه واعلي النار عليه. بأول بقى ما يخلص يطقطق معاكي، يعني يفضل الفشار يطقطق معاكي، اول ما يخلص الصوت خلاص اطفي عليه على طول عشان ما يتحرقش مني. بتجيبي بقى من عند العطار اي طعم انت بتحبيه، عنده طعم شطه وليمون، طعم الجبنه، طعم الفشار. تقولوا لي عايزه كده نكهه للبطاطس، فهي النكهه دي حلوه قوي في الفشار، وبيديكي طعم الفشار الخارجي بالظبط. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام.